الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له شكرا يليق بجلاله، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في برنامجكم وبرنامجنا فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحب بك بالمشاهدين. حياك الله. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف الحج وشروطه وعلى من يجب وما هي أركانه، واليوم بإذن الله نتناقش المزيد من التفاصيل عن الأحكام والصفات. وفي البداية من المعروف أن الحج من الأركان التي تتطلب الحضور والحركة والمشي، فهل من الممكن أن يكون هناك نيابة في الحج؟ وإذا كان هناك نيابة في الحج فهل تصح؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت بأن الحج يتطلب لأدائه جوانب بدنية وجوانب مالية. فإذا نظرنا مثلا بشكل عام إلى أركان الإسلام الأربعة، نلاحظ أن منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما هو مشترك بين المال والبدن. ومن هنا حقيقة استشكل الفقهاء قضية النيابة في الحج. استشكل بعض العلماء النيابة في الحج، والسبب في ذلك أن من رجح كفة البدن أو كون الحج أعمال بدنية قال بعدم جواز النيابة. وممن ذهب إلى هذا القول من المالكية العلامة الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات، فهو يرى أن مسألة الحج لا تصح فيها النيابة، ولم يعمل الحقيقة بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ومنهم من مال إلى كفة أن الجانب المالي في الحج موجود ومرجح، ويؤكد ذلك بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح هذه الأحاديث عندما يأتي شخص يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا ماتت أمي، كما في بعض الروايات ماتت أمي ولم تحج أفحج عنها؟ قال نعم، حج عنها، حج عنها ولها الأجر. وكذلك أحججت عن نفسك شبرمة، عندما لبيك عن شبرمة قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنالك مجموعة من النصوص تدل على أن مسألة النيابة في موضوع الحج واردة، ولعل السبب في ذلك أن الأمر فيه نوع من ترجيح أو مراعاة الجانب المالي في المسألة، فهو ليس صلاة ولا صيام، ليس الصلاة ولا صيام. يبقى هل والله في هذا الجانب نيابة؟ نحن نقول نعم، تصح النيابة في موضعين. تصح النيابة في موضعين. الموضع الأول أن يكون هنالك شخص مريض فاقد للقدرة، لا يستطيع أن يؤدي أركان الحج والأعمال البدنية فيه، وبالتالي عنده مال، فيكلف شخصا آخر ينوب عنه، يكلف شخص آخر ينوب عنه لأنه لا قدرة له. طبعا بعض الفقهاء مثل الإمام مالك وغيره ربما رأوا بأنه ما دام أنه ليس قادرا فلا يجب عليه أصلا الحج، لكن مع من يرجح الكفة المالية، الرجل عنده مال وبإمكانه أن ينيب، فهذه واحدة من الحالات التي تصح فيها النيابة في الحياة. يعني لا تصح النيابة لمن كان مريضا مرضا يرجى برؤه، ليس ميؤوسا منه، لأنه المرض اللي قاعد نتكلم عنه يتصح فيه الإنابة مرض ميؤوس منه، إنه خلاص مرض مقعد، فهذا يصح له الإنابة. لكن طيب، هذا الشخص قيل عنه بأن مرضه ميؤوس منه، وبعد 5-6 سنوات الرجل عافاه الله وشافاه فقام، هل تصح تلك الحجة التي أناب فيها؟ منهم من قال لا تصح،
وبالتالي كنا مخطئين في تقديرنا لإيه؟ للمرض الذي للحالة، وبالتالي عليه أن يعيد، وهذا الأفضل له، عليه أن يعيد حتى يؤديها بدنيا. لكن من كان عاجزا وليس بقادر وتوفي بعد هذا معنى ذلك صحت هذه الإنابة التي أنابها. هذه واحدة. الحالة الثانية توفي شخص وترك مال ولم يحج، ترك مالا ولم يحج. هنا يمكن أن يوصي فينظر إلى التصرف في ثلث الوصية، مساحة الثلث الموجودة في الوصية، فيحج له من هذا الجانب، ولا يجب على بقية الورثة والله يحجون عنه إلا في هذا الجزء المحدد، اللي إذا كان والله هنالك مجال لأن ينيبوا شخص يحج عنه من هذا الجزء بتاعة الثلث الذي له أن يوصي به، يمكن أن يحصل الإنابة وتقع الإنابة صحيحة. الحالة الثانية واحد من الورثة أو واحد من الأبناء واحد من الأقارب أراد أن يحج عن شخص ميت لأنه لم يحج، فتصح منه أيضا هذه، وبالتالي في هاتين أو هذين الموضعين يمكن أنها إن شاء الله تقع النيابة صحيحة وتكون مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. النيابة مثلا يعني هل تصح أنه لكل الناس، أنه مثلا أنا أنوب لشخص لا أعرفه مثلا، هل يصح ذلك؟ هو إذا كان هنالك من يريد أن يقوم بالواجب عن الشخص، كلفك مثلا، أنا مثلا نقول ابن أو قريب أو كذا، قال لك حج لي عن فلان، فتحول هذا الحاج إلى شخص يعني أجير، استؤجر لأداء هذه المهمة. فهذه المسألة على كل، سواء عرف الميت أو لم يعرف الميت، فإنه يلبي عنه باسمه، لبيك عن فلان كما قال لبيك عن شبر، فهو يلبي عنه باسمه. وهذا في هذا الحد إن شاء الله كفاية أن تكون النيابة مقبولة. وأيضا شيخنا ذكر لنا في الحديث يعني الرفث والفسوق. نعم في الآية، نعم في الآية أو الآية بالتحديد. نعم. ما هي أو ما هم المصطلحان أو تعريفهم يعني؟ طبعا الآية تقول يعني تتكلم عن فلا الحج. رفث ولا فسوق في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، إذا دخلت أشهر الحج ونوى الإنسان الحج. فهنا طبعا الآية تتكلم عن الرفث والفسوق والعصيان، ثلاثة مصطلحات، هذه تعتبر من محظورات الحج عموما، يعني محظورات الحج الرفث والفسوق والجدال. الرفث عبد الله بن عباس وغيره يقولون بأنه الجماع أو مقدمات الجماع والحديث عن الجماع مع المرأة أو مع النساء، الحديث عن جماع أو مقدمات الجماع بما فيه الإثارة طبيعة الحال، فهذا يدخل في الرفث. طبعا أعظم أنواع الرفث اللي هو مباشرة الجماع، يعني هذا بلا نزاع أنه من محظورات الحج. أيضا من ألحق به المقدمات، الحديث الذي يكون في قضايا الغزل ويكون بحضرة النساء أو مع زوجته، هذه بطبيعة الحال أيضا من محظورات. فالرفث هو هذا الجانب، الجماع ومقدمات الجماع. الفسوق هو مطلق المعاصي، الساحة بتاعة الحج ليست ساحة معاصي ولا ساحة ذنوب، إنما هي مكان لطاعة الله ومكان لالتزام أوامر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الفسوق هو اسم جامع لكل المعاصي التي يمكن أن تقع من الإنسان، كل المعاصي ليس فيها الرفث، الرفث أخرجناه، لكن هنا الفسوق المعاصي الأخرى من غيبة، من نميمة، من سرقة أموال الناس إلى غير ذلك مما يدخل في المعاصي، فإن كل ذلك يعتبر من أنواع الفسوق المحرمة في أشهر الحج، أو تزداد حرمة وتؤثر في الحج ويكون ذلك من محظوراته. الجدال أيضا هو الدخول في المناقشات التي يكون لها أثر في محاولة انتصار الشخص لنفسه، وأحيانا تورث هذا النوع من الهناية، تورث بطبيعة الحال أحيانا يعني تورث عداوة، تورث بغضاء. فهذا النوع من المناقشات أيضا، حتى لو كانت المناقشات مناقشات علمية لكنها تؤدي إلى المراء وإلى البغضاء والشحناء، فإن هذا النوع أيضا من الجدال ممنوع. فالحج يجب أن يكون للخشية من الله والعودة إلى الله والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن إلى غير ذلك مما هو من أعمال النسك. فلا هذه تعتبر من أسس محظورات، يعني ثلاثة أساسيات في محظورات الحج. تمام، ممتاز جدا. ننتقل شيخنا إلى جزئية ثانية. في الحج ما هي أنواع النسك أو الإحرام؟ نعم،
هنا لما نتكلم عن النسك مقصود منهم يعني الأنواع التي يدخل بها الإنسان في الحج، يعني كيف يكون الدخول إلى الحج. الدخول إلى الحج ذكرنا نحن في الأركان بأن من أركان الحج الإحرام، والإحرام هو النية. فموضوع الآن أنت تريد أن تدخل إلى الحج بنية. هنالك 3 أنواع من النيات، 3 أنواع من النيات. النية الأولى هي نية الإفراد، والنية الثانية هي نية التمتع، والنية الثالثة هي نية القران. طيب إيش معنى الإفراد وإيش معنى التمتع وإيش معنى القران؟ الإفراد هو أن يدخل الإنسان إلى بنية الحج دون عمرة، يدخل بنية الحج دون عمرة، يعني يقول لبيك حجا من غير عمرة، لبيك حج، لا يدخل معها أعمال العمرة. طيب ده الإفراد، معناها دخل بحج فقط. حتى لو أنه أراد أن يأتي بالعمرة بعد إكمال الحج ما في إشكال، لكن هو يريد فترة الحج هذه يدخل فيها بشنو؟ بنية الحج. لكن ممكن بعد أيام العيد وكذا يريد أن يعمل عمرة ما في إشكال. هنا لا، لأنه أدى الحج انفرادا ثم سيؤدي العمرة منفردة، كما يؤدي عمرة خارج أشهر الحج، أدى عمرة لحاله ويؤدي الحج. هذه صيغة من الصيغ أو نوع من أنواع النسك، يعني نوع من أنواع النية. تحسب العمرة منفصلة عن الحج. النوع الثاني هو التمتع، هو أن يقصد أو ينوي العمرة في أشهر الحج، وسيدخل بها إلى الحج، سيدخل بعمرته هذه إلى الحج في نفس السنة. مثلا نقول شخص في شوال، أعمال الحج تبدأ من من شوال، قام أدى عمرة. هذه العمرة التي أوقعها في أشهر الحج جعلته متمتع. إذا قصد الحج فإن أحكامه التي تسري عليه هي أحكام أحكام المتمتع. بمعنى يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج. هناك قال شنو؟ لبيك حجا، لبيك حجا. المفرد قال لبيك حجا. هنا في المتمتع سيقول لبيك عمرة. أيوه، فسيدخل بأعمال العمرة، يكمل العمرة ثم يتحلل منها ويجلس أيام، وقد لا يجلس أيام حسب وضعه. يعني أحيانا بعض الناس يكون والله جاء في منتصف ذو القعدة أو جاء في أوائل نهايات ذو الحجة، يعني ما في إشكال في المدة ما بين العمرة. لا كل هذه الفترة هي أشهر حج. الحج أشهر معلومات، سواء كانت العمرة في البداية ما في مشكلة، جلست طلعت من مكة سافرت قريب، هذه كلها أنت أديت عمرة في أشهر في أشهر الحج. هذه العمرة حولتك إلى متمتع في الأحكام. عليك بعد ذلك أحكام معينة فيما يتعلق بالدم. طبعا صاحب الإفراد ما عليه دم، لكن سيأتينا الاثنين الأنواع الثانية القران والمتمتع عليهم عليهم دم. هذا المتمتع أكمل عمرته ومنتظر الآن اليوم الثامن ليقول لبيك حجا. لبيك اللهم. يبدأ الحج في اليوم عنده اليوم الثامن وهو متجه إلى منى. هذا من هو؟ المتمتع. القارن هو الذي يدخل أعمال العمرة والحج في وقت واحد. لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. فيبدأ في الأعمال، يعني هنا سيشترك صاحب القران مع المتمتع في نفس أنه سيؤدي أعمال العمرة، ولكن نيته ستكون هي نفسها أعمال أعمال الحج نفسها، هي ستكون صحيح. أعمال الحج. بما أنه أدخل العمرة في الحج وقام بنفس الأدوار، يعني الحج له طواف والعمرة لها طواف، مش كده؟ والعمرة لها سعي والحج له سعي، الحج له تقصير وحلق كده، هو جمعهم مع بعض. بما أنه جمع أمرين في وقت واحد ودخلت الصغرى في الكبرى كما يقال، اللي هو دخلت عمرة في الحج، فعليه دم. وذاك المتمتع لأنه تحلل وأخذ راحته واستمتع أيضا عليه دم. هذاك صاحبنا اللي قال لبيك حج حتى لو طالت الفترة، لأنه لا يحق له بمجرد أن قال لبيك حج لا يحق له أن يتحلل إلا في يوم العيد اللي هو بعد أن يقوم بأعمال معينة سنأتي إليه. فالشاهد هذه مدته طويلة، وسيظل محروم من كثير من القضايا، من الطيب ومن الحلق ومن كثير من القضايا وسيظل ملتزم بلباسه، لباس الحج هذا المفرد، ولو طالت المدة إن شاء الله شهرين، ما دام أنه نوى حج مفرد لا يحق له أن يتحلل إلا بعد أن
يقوم برمي جمرة العقبة ويعني يحلق ويقصر. فهذه هي الثلاثة أنواع من النسك. وهنالك طبعا من يضيف نوع رابع، وهو أن يسموها النسك المعلق، النسك المطلق. النسك المطلق هو أنه ينوي مطلق الحج أو العمرة، ثم بعد ذاك يقول يحولها، هذا الذي علقها يقول والله أريدها حجا مفردا، أريدها تمتع، أريدها كذا. فهذا برضو واحد من النسك، لكن أساسها في النهاية هي إيه؟ هذه الثلاثة التي ذكرناها. وهل يوجد أفضلية في الترتيب ما بين المفرد أو المقرن أو هذا جدل طويل في قضية الأفضلية. ستجد أن كتب الفقه التي تتحدث عن الحج كل له طبعا حسب الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من فضل الإفراد، ومنهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران. منهم من فضل القران لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان قارنا، ومنهم من يفضل التمتع لأنهم يقولون والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومنهم من يرى لا، النبي صلى الله عليه وسلم حج منفردا فالأفضلية الإفراد. ومنهم من يقول والله بما أن هؤلاء المتمتعين، المتمتع والقارن، أدخل أمرين في بعض ولزمهم الدم، كونه لزمهم الدم فإن ذلك معناها حالهم أقل من الذي لم يلزمه الدم. على كل المسألة فيها خلاف طويل جدا، ولكن زي ما ذكرت يعني بعض المذاهب ترجح الإفراد، وبعضها ترجح التمتع، وبعضها يرجح القران. أنا حقيقة لم أرجح حتى الآن شيء يعني. نعم. بارك الله في شيخنا. ننتقل الآن إلى مفسدات أو مبطلات الحج. نعم، بطبيعة الحال الحج عبادة من العبادات، لها شروط ولها أركان ولها مندوبات ولها مستحبات، وأيضا لها مبطلات كما تفضلت، لها مبطلات. أنا فقط الآن أنبه إلى المبطلات اللي لها أثر كبير في الحج كله يعني. أعظم مبطل للحج هو الردة. من دخل في الحج ثم ارتد في منتصف الطريق والعياذ بالله، هذا طبعا الردة تبطل العمل الذي هو فيه حتى يسلم، وبعد ذلك يدخل من جديد فيها. الردة تبطل الحج. الأمر الثاني الجماع، أيضا يعتبر من مبطلات الحج. الجماع يعتبر مبطلات، فلا رفث، مش كده؟ ولا فسوق. نعم. فالجماع مبطل، ولكن هنا تأتي عملية إلى متى، يعني متى وقع. مثلا في شخص مثلا يقع منه الجماع بعد أن نوى الحج، وفي فترة مثلا يوم عرفة أو يوم مزدلفة وهو راجع من عرفة مثلا. ومنهم من يقع مثلا منه الزنا، أو يقع منه الجماع، وليس الزنا، يقع منه الجماع مع زوجته، يقع منه الجماع بعد أن رمى جمرة العقبة الأولى، جمرة العقبة الكبرى اللي هي يوم العيد. وفي نفس الوقت هذا الشخص تحلل التحلل الأصغر. نحن تسمع دائما في أعمال الحج في شيء اسمه التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. في 3 أشياء إذا قام بها العبد يوم العيد فإنه يكون قد تحلل. هي 3 أشياء. التحلل الأكبر بأنك والله تعمل ال3 مع بعض. التحلل الأصغر تعمل 2 من 3. وإن كانوا في وقت واحد؟ سأقولها. يعني عندك الآن 3 أشياء اللي هي في مجرد ما أنت رجعت من مزدلفة ودخلت إلى منى في صبيحة يوم العيد، ماذا ستفعل؟ مباشرة يتجه الحجاج إلى جمرة العقبة. في يوم العيد عندنا جمرة العقبة. جمرة العقبة. في هذا اليوم بعد جمرة العقبة المفرد، خلينا نقول المفرد اللي ما عليه دم، إذا كان والله أدى جمرة العقبة وحلق وقصر أو طاف بالبيت طواف الإفاضة، هذه ال3: طواف الإفاضة، الحلق والتقصير، الرمي، فعل من هذه ال3 2 تحلل التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يبيح له كل شيء إلا النساء. طيب المالكية قالوا والله هذا الشخص الذي التزم بعدم الجماع وظل إلى أن تحلل التحلل الأصغر، ولكنه وقعت منه هذه المشكلة بعد التحلل الأصغر، قالوا هذا لا يبطل صيامه، لكن عليه
كفارة التزامات أخرى من دم وغيره، لكن لا يبطل إيه؟ صيام. ففرقوا بين الجماع الذي يقع بعد التحلل الأصغر والجماع الذي يقع قبل التحلل إيه؟ الأصغر. فما يقع قبل التحلل الأصغر يبطل الصيام، يبطل إيه؟ يبطل الحج، يبطل الحج. طيب هذا الذي بطل حجه، زول ما شاء الله ماشي إلى وقف بعرفات وبعد عرفة هو مرتاح وبطل إيه؟ بطل صيام. ماذا يفعل؟ لما نقول له والله أنت بطل صيامك بالنكاح، هذا طبعا من أكبر النواقض أو مبطلات الحج، النكاح، الجماع بالذات. الجماع ما في مجال لأنك أنت بعد تعالجه داخل هذا العام، تكمل نفس أمورك كلها كما لو أنها صحيح، يعني لا نعفيه من باقي الأشياء، يقوم ويرمي جبرة العقبة ويطوف ويعمل كل شيء، ثم عليه دم، ثم نقول له العام الجاي تقضي إيه؟ تقضي هذا الحج، تقضي الحج، يعيد، يعني لا بد أن يعيد في العام القادم. واضحة؟ فهذه تقريبا بالنسبة لمن جامع. في النقطة الثالثة أيضا أن يترك ركنا من الأركان ولا يستطيع تداركه، يبطل الصيام. يعني شخص لم ينوي الحج، لم ينعقد له أصلا نية إيه؟ نية الحج، خلاص هذا، لكن ليس عليه شيء. غاية ما في الأمر إذا في إمكان للتدارك نقول له الحق إيه؟ الحق أعمل الإحرام وأنوي، إنما الأعمال بالنيات، وأنت ما نويت أصلا، ما نويت الحج، وبالتالي في أمرين يمكن تداركهما: السعي وطواف الإفاضة يمكن تداركهما مؤخرا، يعني حتى لو طواف الإفاضة لو سافر إلى أهله في إريتريا أو في السودان أو في المغرب أرجع وآتي بإيه؟ بطواف الإفاضة، وبعد ذاك تحلل، لكن لا يسقط عنه. بالنسبة لمن فاتته في الأركان، فاتته عرفة، هذا طبعا خلاص فاته الحج، فاته إيه؟ الحج. لكن ماذا يفعل؟ هذا نقول له تحلل بعمرة، كمل أعمالك بما تجعلها إيه؟ تجعلها عمرة، وأما الحج فقد فاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج إيه؟ حج عرفة. يعني ما يميز الحج عن العمرة هو عرفة. عمرة ما في عرفة، يوم 9 يوم 9 له يوم عرفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وتأكيد الفقهاء على أن من فاتته عرفة فقد فاته ولا يمكن تداركه، هذه الإشكالية. يعني السعي والطواف عندنا إيه؟ إمكانية التدارك، لكن بالنسبة له فهذه الأركان من لم يستطع أن يؤديها، هذه تقريبا من الأشياء اللي ممكن نقول مبطلات الحج. نكتفي بهذا أحسن. تمام، بارك الله فيك شيخنا. فاصل قصير انتظرونا. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي
حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية، أنس وصحاب في ساعة شباب. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات، فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. أهلا وسهلا بكم من جديد وعدنا إليكم. شيخنا، كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن الأركان والنسك وأنواعه، فالآن ننتقل شيخنا إلى صفة الحج أو بالتحديد صفة الإحرام. أحسنت. موضوع الصفة غالبا المقصود بها أن يكون هنالك توصيفا عمليا للحج من البداية إلى النهايات، وغالبا يركز على الأركان الأربعة اللي هي الإحرام والسعي بين الصفا والمروة وعرفة وطواف الإفاضة. هذه الأركان الأربعة هي التي يدور حولها موضوع الأوصاف، فكل التفاصيل من مندوبات مستحبات تلاحظ أنها سترد ما بين هذه، أو ترد بحكم الأيام كأيام منى وأيام مزدلفة وأيام تفاصيل عرفة ممكن تأتي فيها. فنحن مثلا الآن تكلمنا عن أن أنواع النسك وهي أنواع الإحرام الثلاث. يأتي الحاج من بلده وهو متجه إلى بيت الله الحرام في أشهر الحج، ويفضل ويستحب أنه لا يدخل في الإحرام إلا بعد دخول وقت الحج. الحج أشهر معلومات، فلا يدخل الإنسان مثلا في نية الحج في رمضان، يدخل في نية الحج بعد دخول شوال. دخل شوال بعد كده دخلنا في أشهر الحج، كل الإجراءات التي ستقوم بها ستدخل معنا في عملية الحج. يأتي الإنسان من بلده وهو قد أخذ مالا طيبا وودع أهله وكل شيء. هنالك شيء اسمه المواقيت، عندنا المواقيت الزمانية اللي هي بشوال، وعندنا المواقيت المكانية وهي ذكرناها في الحلقة الماضية فيما أذكر، وهو أن لكل جهة من الجهات التي يعني تحيط بالكرة الأرضية فإنها لها ميقات مكاني، أي هنالك مكان يحرم منه الحجاج. فعندنا مثلا الآن ميقات أهل المدينة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الأرفع والأعلى نبدأ به عليه الصلاة. أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهي المنطقة اللي فيها ما يعرف الآن بآبار علي، هذا ميقاتهم، أي يبدأ في عملية النية والاستعدادات للإحرام من هذا الميقات. أهل اليمن مثلا والهند الذين يأتون بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر هذه ميقاتهم اسمه يلملم. نعم. الشام ومصر وهذه ميقاتهم اسمه الجحفة اللي هي بالقرب من منطقة رابق المعروفة الآن في الطائف، وهذه لهم ميقات أيضا اسمه لا بالنسبة لأهل أهل العراق
أهل العراق اسمه قرن المنازل، وفي ميقات آخر اسمه ذات عرق. هذه على كل المواقيت. هنالك على كل من المواقيت اللي يمكن أن نسميها مواقيت إضافية، وهي يحسبونها تكون بين ميقاتين، مثل ما أهل السودان مثلا، هل والله جدة تعتبر ميقات أو لا تعتبر ميقات، على خلاف في المسألة. الشاهد بأن الإنسان بعد أن يصل الميقات يبدأ في إجراءات الإحرام، يدخل إليها بأنه يغتسل، ومحطات الاغتسال في الحج كثيرة، لكن عندنا من أهم المواقع التي يغتسل فيها الإنسان ليدخل في نية الحج هو الإحرام. يغتسل ثم يتطيب ثم يأخذ من أظافره، هذا قبل أن يبدأ في نية هذا كل استعدادات لأن يقول نيته. ثم رتب حاله وصلى على كل ركعتين، ثم يقول لبيك لبيك حج، أو لبيك عمرة متمتع بها للحج، أو لبيك حجا وعمرة وحج، حسب التلبية حسب النية التي ينويها. فنيته تحدد بعد كده سلوكه وصفة حجه. المفرد له صفة، والقارن له صفة، والمتمتع له له صفة. طيب، دخل في النية. بعضهم يقول بأنه لا بد مع النية أن يلبي مباشرة، ترتبط النية مع التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لا شريك لبيك، إلى آخر التلبية. فليلبي بهذه التلبية. هذه التلبية تستمر مع المعتمر غالبا إلى الطواف، طواف القدوم، وبالنسبة للحاج تستمر إلى أن يعود من عرفة، يظل التلبية مستمرة. في موضوع النية شيخنا، هل لازم إنه يكون إنه يتلفظ؟ نعم. التلفظ والنية مع بعض، ولا بس؟ الأفضل أنه يتلفظ بها، الأفضل بالذات في الحج يتلفظ بها، يتلفظ بها في الحج. ثم قام بذلك واتجه بعد ذلك وهو يلبي إلى أن يصل إلى أن يصل مكة. وصل إلى مكة المكرمة، سيبدأ بعد كده أول خطوة في دخوله، سيدخل إلى المسجد الحرام باعتباره مسجد، بسم الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل. وأول عمل يقوم به هو الطواف الطواف بالبيت. هذا الطواف على كل يسمى طواف طواف القدوم. طواف القدوم. لاحظ الآن، نحن الآن عندنا 3 مسارات. عندنا الشخص المفرد، وعندنا الشخص المتمتع، وعندنا الشخص، كلهم تقريبا سيبدأون بالطواف. هذه محل اتفاق، بدأوا جميعا بالطواف. طيب، بعد أن كمل الإنسان طوافه، طواف 7 أشواط، يصلي ركعتي الطواف، ثم يذهب على كل إلى إيش اسمها إلى بئر زمزم، ويشرب ما كتب الله له، ويدعو عند الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نقدر نقول مسألة الإحرام وبدايات وبدايات الدخول في النسك بأنواعها المختلفة، سواء كان إلى هنا النية اكتملت، النية اكتملت، وبدأ هو على كل في أعمال الحج. وتقريبا ال3 كلهم يتفقون في إذا كان في زمن. طبعا إذا ما كان في زمن ممكن يتجاوز الواحد موضوع خاصة المفرد، يتجاوز الطواف القدوم ويدخل مباشرة إلى الحج، لأنه سيكون له بعد ذلك السعي مؤخرا. السعي سيكون، لأنه السعي قاعدة في الحج أنه لا سعي إلا ويسبقه طواف، لا سعي إلا ويسبقه طواف. فطواف القدوم يمكن مباشرة بعده أن تدخل في السعي بين الصفا والمروة، سواء كان للعمرة أو للحج. فإذا كنت مفرد لن تعيد إذا كنت مفرد لن تعيد السعي مرة أخرى بعد عودتك من عرفة. لكن إذا كنت مثلا قارن الوضع سيختلف. نعم. تمام شيخ. هذا فيما يتعلق بالركن الأول، وهو ركن الإحرام، والمطلوب فيه النية، والمطلوب فيه من اللحظة هذه، اللحظة التي أحرمت فيها، في جملة من المحظورات تتجنبها. يعني مثلا بالنسبة للرجل الثياب معروفة، يتجنب النساء، يتجنب الطيب، يتجنب حلق الشعر، يتجنب حلق الأخذ من أظافره. هذه كلها تعتبر ممنوعات ممنوعات بالنسبة للحاج. لا يغطي الحاج رأسه. المرأة بنفس الأشياء، لكن هي تكون طبعا كاملة. فقط المرأة طبعا إحرامها في وجهها، إذا كانت هي آمنة والوضع طبيعي، فلا الصحيح أنها تكشف وجهها ولا تغطيه، لأن الإحرام هنا بالنسبة للمرأة هو في وجهها في موضوع اللبس. تمام، ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخنا، ذهبنا إلى الميقات،
نوينا، اغتسلنا، أتينا إلى الحرم، نعم صفة الطواف والسعي نعم. هل نفس العمرة، يعني نفس الشيء العادي، ولا في فرق بينهم؟ هو الآن نفسها، نفس طواف القدوم بالنسبة للمفرد أو بالنسبة للمتمتع أو القارن، نفس الطواف، سبع أشواط، يسرع في الثلاث الأول منها، يكون كاشفا لنا، يبدأ طبعا من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هكذا يطوف السبعة. ويكون في هذه طبعا يقرأ كتاب الله، يتلو، يذكر الله، يدعو بما شاء، ولا يبطل طبعا الطواف، لا يبطله الكلام، لكن الصحيح أن يكون الإنسان متوضئا طاهرا فيكمل على كل الطواف على هذه الهيئة. ثم ذكرت بعد ذلك يذهب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يذهب إلى أن يشرب من زمزم، بعد ذلك يذهب إلى السعي. هنا لاحظ الآن المتمتع بالنسبة له الآن هي عمرة، هو قاعد يعتمر، صاحبنا اللي قال لبيك عمرة متمتعا بها للحج ما دخل إلى الآن في أعمال إيه؟ أعمال حج، هو ناوي عمرة. بالنسبة للمفرد السعي سيكون بالنسبة له سعي الحج، القارن أيضا سيكون السعي بالنسبة له سعي الحج، فيكون وفر على نفسه إيه؟ السعي، يكون ركن السعي أداه بعد طواف إيه؟ طواف القدوم، لأنه شرط السعي أن يكون مسبوقا بشنو؟ بطواف. إذا استفدنا من طوافنا في طواف القدوم، استفدنا بأن نقوم بإيه؟ سواء بنسكنا الثلاثة، مفرد وقارن ومتمتع، سيقومون بالسعي بين الصفا والمروة. طيب هذا المتمتع سعى بين الصفا والمروة، بعدها سعيه يذهب ويحلق ويقصر. من هذا؟ هذا المتمتع انتهت عمرته، مجرد ما كمل السعي وحلق أو قصر فإنه انتهت إيه؟ أكمل أعمال العمرة، وينتظر بعد كده الحج. بالنسبة للمفرد يكمل السعي، والقارن كذلك يكمل السعي، ثم ينتظران إيه؟ الحج لما نقصد به اليوم الثامن لينطلقوا إلى منى. طيب هذا صاحبنا المتمتع تحلل، يحق له كل شيء، يأتي النساء، يتطيب، يغير، يأخذ من شعره، المهم ما عنده مشكلة، وإن كانت النية موجودة. النية ما خلاص، هو سيبدأ الآن في النسك مرة أخرى بالحج، يبدأ في اليوم الثامن. لكن أولئك يظلون محافظين على أوضاعهم كحجاج، من لبس ومن محظورات الحج وكذا، يجتنبون كل ذلك إلى أن يأتي اليوم إيه؟ اليوم الثامن. جاء اليوم الثامن، الحاج المفرد والقارن هؤلاء سيتجهون مباشرة إلى منى، إلى منى. المتمتع سيعود إلى ملابسه ويقول لبيك إيه؟ بحج. هنا قال لبيك عمرة متمتع، مش كده؟ بحج. الآن في اليوم الثامن صاحب التمتع سيبدأ في الحج، المفرد والمتمتع والقارن سيتجهون جميعا إلى إيه؟ إلى منى. إلى منى. هذا اليوم الكم؟ اليوم الثامن. اليوم الثامن يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى قصرا، والصبح الفجر يصلوا فيها إيه؟ ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر يوم التاسع، فجر يوم عرفة، كلها تصلى وين؟ تصلى في منى. هذا يسموه يوم التروية، يبيتون في منى وتصلى قصرا وليس جمعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قصر هنا، ولكنه لم يجمع عليه الصلاة والسلام، في منى ما كان يجمع. طيب صبحنا فجر يوم التاسع، يتجه الحجاج جميعا إلى إيه؟ إلى عرفة. هنا الآن خلاص انتهينا من السعي، انتهينا من هنا بدأنا الآن في أعمال الحج. بدأنا في أعمال الحج بالنسبة للمتمتع، وبالنسبة لأولئك طبعا بادئين أصلا أعمالهم وهم مواصلين في هذا الشكل. بدأنا الآن، دخلنا اليوم التاسع، وهنا ستأتي طبعا عرفة. وصلنا الآن شيخنا إلى يوم عرفة، وهو الأصل في الحج. نعم. صفة الوقوف في عرفة. نعم. وما الفرق بين الحاج وغير الحاج، ويوم الصيام أو صيام يوم عرفة لغير الحاج؟ نعم. أجره. أحسنت. طيب عرفة تعتبر هي الركن الأعظم في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة. طيب هنا نلاحظ أن عرفة تبدأ، يذهب الناس إليها صباحا، ويقف في أي شبر منها ما دام أنه داخل أرض إيه؟ نطاق عرفة.
النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان معين، قال وقفت ها هنا، وعرف كلها إيه؟ عرف كلها موقف. فطبعا بعض الناس للأسف يتزاحمون في مثلا في المكان الذي يعني وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفوا كلها تعتبر إن شاء الله موقف وتصح حيثما وقفت، ما دام أنك داخل هذه الأرض التي حددها الشارع. هنا على كل تبدأ بالنسبة للحجاج جميعا الأعمال تبدأ ما بعد صلاة بعد الزوال. الوقوف في عرفة يبدأ بعد إيه؟ بعد الزوال. يعني سنبدأ في أعمال عرفة بعد الزوال. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقف الإنسان شيء من نهار عرفة وشيء من ليلها، مش كده؟ هذا النهار الذي نتكلم عنه هو بعد الزوال وليس قبل الزوال. يعني ما يجي واحد يقف الساعة 10 صباحا ويعتبر نفسه أنه والله وقف في عرفة، لا بد أن تقف بعد الزوال. يعني حتى من قال بأنه والله يكفي الوقوف نهارا ولو لم يقف ليلا، لا بد أن يكون هذا الوقوف بعد إيه؟ بعد الزوال. لا بد يكون بعد الزوال. هنا في عرفة كل الحجاج طبعا يصلون بإمام واحد، يصلون الظهر والعصر جمعا في وقت الأولى. يعني في وقت الأولى اللي هو في وقت الظهيرة يصلون إيه؟ العصر، ويخطب لهم طبعا الإمام خطبة عرفة المعروفة، ثم يبدأ بعد ذلك الناس في ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء ويعني مناجاة الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم طبعا أعظم يوم، لأن الله يباهي بعباده الملائكة، يباهي بعباده الملائكة. أعظم ذكر في هذا اليوم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا سبحان الله، هذا الذكر أكثر منه سواء كنت في عرفة أو يعني حاجا أو حتى غير حاج. إذن الحجاج أعظم ما يقومون به هو الدعاء والذكر والتلاوة، حتى لو في نوع من الدروس أو المواعظ يجب أن تصب كلها في محاولة تشجيع الإنسان لأن يعود إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني هي ساعات طويلة، بعض الناس يملون، لكن سبحان الله بعضهم يقف وقفة واحدة يدعو الله سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى أن تغيب الشمس. هذا نوع من وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان واقفا على ناقته وهو إيه؟ وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. الجلد في العبادة. نعم، هذا الجلد في العبادة والصمود والصبر فيها. فهذا مطلوب على كل للإنسان، ويكثر الإنسان من الدعاء لنفسه ولأهله ولأولاده ولجميع المسلمين. هذا يوم عظيم جدا، يعني فيه ما شاء الله مباهاة وفيه مغفرة وفيه يعني عتق من النيران. هو يوم عظيم. هذا بالنسبة للحجاج. الحجاج طبعا في هذا اليوم لا يحق لهم الصيام حتى يتقووا بالفطرة على إيه؟ على الدعاء وعلى الأعمال النسك الأخرى. بالنسبة لغير الحاج، هذا اليوم هو الذي يكون فيه الصيام يوم شنو؟ صيام يوم عرفة. هذا الصيام الذي يكفر سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية وسنة مقبلة أو قادمة. فيقف الإنسان، فإذا غابت الشمس، وغالبا الناس ينتظرون إلى غروب الشمس، هذا الجزء البسيط من الليل ينطلقون بعد ذلك. فإذا أفضتم من عرفات تحصل الإفاضة، وهي العودة إيه؟ العودة إلى مزدلفة، ليكون المبيت في منطقة إيه؟ مزدلفة. في أرض مزدلفة. فإذا أفضتم بعرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن طبعا كانت هنا قريش عندها مشكلة في أنها لا تقف في المواقع التي يقف فيها الناس، كانت دائما تقف في عرفة، تقف في خارج الحدود، في مزدلفة تقف خارج. لا، الله سبحانه وتعالى قفوا حيث يقف الناس. وهذا ما يعني مظهر عظيم جدا إن شاء الله سنتناوله في مسألة المساواة في شعائر الحج. لما نأتي إن شاء الله إلى مقاصد الحج سنتكلم عن هذا. لكن هنا نلاحظ عدنا من لا تصلي المغرب الآن أنت في عرفة، غابت عليك المغرب في عرفة لكن لا تصلي هناك. اذهب صليها وين حضر الوقت؟ وين حضر الوقت؟ تذهب وتعود. الصلاة تكون صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. صلاة المغرب والعشاء تكون في مزدلفة. طيب، هنا بعض الناس طبعا نتيجة الزحام الكثير قد لا يصلون إلى مزدلفة إلى منتصف الليل، فربما يخرج عليهم وقت المغرب والعشاء معا، يعني على اعتبار أن والله العشاء أقصى أوقاتها هي منتصف صف الليل. طيب، هؤلاء نقول لهم يمكن أن يصلوا في الطريق إذا خشوا أن والله يخرج عليهم الوقت ولا يدركون وقت الثانية، فإن هؤلاء يمكن أن يصلوا في الطريق في سياراتهم في الطريق وهم قادمون. هنا طبعا في مزدلفة بعد أن يصلي الإنسان العشاء عليه أن ينام، يأخذ راحته لأنه كان نهاره كله متعب، فينام في مزدلفة
حتى يصلي بها صلاة الصبح، ثم يذهب إذا استطاع طبعا. وهنا أيضا مزدلفة كلها موقف، كل أرض مزدلفة وحدودها معروفة طبعا ومحددة باللافتات الخضراء، والناس طبعا كلها تكون تعرف ما هي حدود مزدلفة وما هو خارج هذه الحدود. فلا بد الإنسان أن يقف يبيت في مزدلفة، ولا بد أن يكون موقفه بأرض عرفة، هكذا لا بد هذا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فنحن نأخذ مناسكنا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تصلي الفجر إذا استطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام، وهو جبل على كل موجود في مزدلفة، ولا أدري الآن هل مع الزحام على كل أخذ أم موجود، لكن تذهب وتقف عند المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ من أرض مزدلفة أو في الطريق وأنت ذاهب إلى منى تأخذ 7 حصيات صغار مثل النبقة، حجارة صغيرة تأخذها لترمي بها جمرة إيه؟ هذه نأتيها إن شاء الله، اللي هي جمرة العقبة. إلى هنا تكون أنت خلاص أكملت إن شاء الله عرفة، وأكملت أيضا الركن الأكبر. وإذا ربنا جنبك المحظورات الأخرى تكون أنت إن شاء الله، وأخطرها كما ذكرنا هو للأسف الشديد الجماع. طبعا بعض الجهلاء سبحان الله، بعض الجهلاء والذين يتصورون بأن والله لا بد أن يرزق ابن في فترة الحج، فلا يعرف متى يأتي زوجته، بل يتصور البركة فقط فيرتكب محظور ويبطل إيه؟ في يوم عرفة، يوم عرفة، أحيانا يوم مزدلفة. هذه كلها تقع للأسف من الجهلة للأسف الشديد، ممن يتصورون بأنه والله همهم البركة ولكن يبطل أعماله ويبطل شعيرته، وهذا طبعا إشكال كبير جدا يقع فيه بعض الناس. هنا نكون أكملنا إيه؟ أكملنا الإحرام الركن الأول، وأكملنا كذلك عرفة، وربما أكملنا أيضا السعي في البداية لمن كان مثلا متمتعا أو ممكن حتى مفردا وقدم السعي، يكون بذلك 3 أركان تقريبا تمت. بقي لنا ركنا واحدا وهو ركن إيه؟ طواف الإفاضة. ننتقل الآن شيخنا إلى طواف الإفاضة. صفته ولماذا سمي بالإفاضة؟ نعم، أول سمي بالإفاضة لأننا أفضنا من عرفات، هي عودة ورجوع تقريبا إلى الحرم، لأن احنا خرجنا من الحرم وأفضنا الآن من عرفات، وأفضنا رجعنا ودخلنا إلى الحرم مرة أخرى. هنا طبعا قبل ما نرجع إلى طواف الإفاضة باعتباره ركن في هذا اليوم اللي هو يوم الآن صبحنا خلاص صبيحة العيد، هنا أهم عمل يقوم به الحجاج في هذا اليوم هو الرمي، اللي هو رمي جمرة العقبة. قلنا نأخذ 7 حصيات من أرض مزدلفة، ثم نذهب ونرمي بها وين؟ جمرة العقبة. جمرة العقبة هي آخر تقريبا الجمرات ال3 مما يلي مكة، يعني هم 3، عندك الجمرة الصغرى أقصى اليمين باتجاه منى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة إيه؟ الكبرى. فأنت في اليوم الأول ترمي جمرة العقبة إيه؟ الكبرى ب7، ترميها ب7 حصيات، تترك مكة على يسارك ومنى على يمينك، وتكون أمامك الحوض الذي يرمي فيه الناس، فترمي بالجمرات، ترمي بالأحجار واحدة بعد الأخرى مسميا الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك يحق لك الآن أن تقصر الشعر أو تحلقه. طيب قمت ما شاء الله حلقت الشعر ورميت الجمرات، دخلت هنا في التحلل إيه؟ التحلل الأصغر. دخلت في التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يبيح لك كل المحظورات إلا شيء واحد، وهو إتيان النساء، فهذا تظل تمتنع عن إتيانك لزوجتك حتى تأتي بالثالث وهو إيه؟ تطوف طواف الإفاضة. مباشرة هنا نحن رمينا وحلقنا، من الناس من يتجه مباشرة إلى إيه؟ إلى مكة. صحيح. يتجه إلى مكة، يقوم هنا بطواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الطواف الذي يكون فيه بعد العودة من إيه؟ من عرفات. بعد العودة من عرفات وبعد رمي جمرة العقبة يذهب الإنسان ويطوف طواف الإفاضة. فهنا واحد من 2، الذي لم يسعى السعي اللي هو القارن والمفرد، المتمتع ما عنده طريقة إلا يأتي به، لكن 2 هذول احتمال ما كان سعوا ولا طافوا. فهنا إذا ما سعوا يمكن أن يأتوا بعد طواف الإفاضة سعي الحج الذي أخروه، وإذا كان أتوا به سابقا عليهم الطواف. مجرد ما طافوا وكان السعي موجود فهنا حلت لهم إيه؟ فقد قاموا بالتحلل الأكبر. التحلل الأكبر يحق لهم كل شيء، يمكن الإنسان يأتي زوجته إلى غير ذلك. هذه تقريبا الأركان ال4
اكتملت يعني. وإلى هنا شيخنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل. أنت ولينا ولا أنت ولينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.